جندوبة رياضية أولمبيك سيدي بوزيد مع جلال العرفاوي، طارق السايحي، لطفي الترخاني، ونيسة الزواوي. مباراة جندوبة الرياضية أولمبيك سيدي بوزيد مثلت قطب مباريات المجموعة الثانية في هالجولة، وبرشا انتظارات لهالمواجهة من فرق كوكبة الطليعة. المواجهة انطلقت بفرصة للأولمبيك، ضربة زاوية ينفذها عبد القادر ذو، والمدافع مروان المرزوقي يتدخل. الفرصة للجياس، المدافع محمد الجندوبي يتدخل، أبناء جندوبي طلبوا بضربة جزاء. الهداف عبد القادر ذو وراء أي هجوم فايت له اسبي وفي العاتو بساقه اليسار يحط الكرة في الشباك، 1-0 للأولمبيك. برشا احتجاجات من أبناء جندوبة على شرعية الهدف ومطالبة بمخالفة التسلل. المباراة تتوقف، برشا احتجاجات وإصابة للاعب الأولمبيك أيمن سليمي. استئناف اللعب كان بمخالفة للجياس، وكرة سليم المهذبي يتصدى لها الدفاع باش ينتهي الشوط بتقدم الضيوف. الشوط الثاني يعرف انطلاقة قوية من أبناء حسن الجابسي، كرة ثنائية بين طارق الشعبوني وحسني العبيدي ضايع على هجوم جندوبة. طارق الشعبوني قام بمجهود كبير جاب ثماره، وضربة جزاء فائت فريقه. لقطة يتوقف على أثرها اللعب لمدة طويلة، والحكم هيثم القصعي يغير بنك بدلاء الزوز فرق في محاولة لامتصاص الهيجان والاحتقان الكبير. المباراة ترجع وضربة الجزاء تتنفذ، وسليم المهذبي عدل النتيجة. المدربين يقوموا بتغييراتهم باش يرجعوا في المباراة، وملاعبية أولمبيك سيدي بوزيد يغادروا البنك باش تتوقف المباراة مرة أخرى. فوضى عارمة، يقرر على إثر الحكم هيثم القصعي إنهاء المباراة.